الإدارة المصرية بإطار من الكواليس اللي يدفع السيد الوزير إنه الساعة 12:30 بالليل مع مستشاره القانوني إنه يصدر قرار بإنهاء ندبي ليه؟ ده لا ضبط متلبسا ده ولا إيه الحكاية؟ ده أنا اللي بضبط المجرمين متلبسين. أنا اللي بضبط المتلبسين مجرمين. أنا اللي بالتعاون مع زميل عزيز مسؤول كبير مش هنذكر اسمه حفاظا ليه على دوره، بالتعاون معاه ومن خلال الرقابة الإدارية وبإشرافها وبتعيينها ومن خلال مراجعة الخطة الخمسية من 2008 ل 2014 استطعنا ان احنا نمسك مجموعة من القضايا شديدة الأهمية، وإن شاء الله النيابة جاية إن شاء الله، وكل ده موجود ومتاح لأنه بالفعل موجود أمام النيابة العامة. وتحسب يا سادة مصر سلمت زمامها للقضاء، لا تراجع أبدا عن صيغة القضاء، وهنحارب أي شكل من أشكال التكاسل. وبالعكس احنا معانا في هذه الحملة اللي بالفعل بتؤكد ان ايد بتبني وايد بتحمل السلاح. معانا في الحملة دي ضد الفساد شباب رائعين من النيابة الإدارية وشباب رائعين من الرقابة الإدارية، حملة لن يوقفها أحد. سيبكم من سيد خطاب، أنا أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية مشكلة في وهفضل مخرج في الثقافة القضية الجماهيرية. والتفتيش. محدش يعرف يشيل مني الحاجتين دول، لا مخرج في الثقافة الجماهيرية ولا أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية. سيبكم من قضيتي. القضية دلوقتي إن المعركة دي طويلة، المعركة دي هتستغرق سنوات، وهتستغرق عمليات جرد تاني للمخازن، وهتستغرق إصرار على النيابة الإدارية وإصرار مع النيابة العامة وحذر وحرص في الإجراءات. أنا عارف كويس قوي إن أنا بتعامل مع ما يسمى بكهنوت الحكومة المصرية، فكنت حذرا في الإجراءات. قلت أنا أول واحد لابد إنه يطبق القانون. أنا سبت الرقابة على المصنفات الفنية احتراما للقانون. لما طلب مني زميل من الزملاء لا داعي للمعركة انه اجيز مسلسل، انا رفضته لانه مخالف للقانون، وبالفعل الحمد لله لم يقدم هذا المسلسل ولم يخترق القانون رغم كل شيء. ورأى الرجل ان احنا ما ينفعش نشتغل مع بعض، وبشياكة جدا انتهت المسألة. لكن المؤلم انه استاذي الدكتور جابر عصفور المثقف الكبير يستغل لحظة نهاية معرض الكتاب ويشوه ابن من أبنائه زي ما بيدعي، وزي ما قال أحد الزملاء سيد أنا بحبه وعارفه إنه لا غبار عليه وإنه لا يمكن أبدا أن تلوث يده. أنا بشكره طبعا على الشهادة دي، لكن تلوث سمعة أستاذ، تلوث سمعة بني آدم. يا سيدي أقابل ناس إزاي؟ أقابل ولادي الصبح في المحاضرة وأنا رايح المحاضرة دلوقتي أعمل إيه يا دكتور جابر؟ صدقني انت بتلوث حد عمره تقريبا عريان قدام كل الناس. انا والله لا ازايد، انا عريان قدام كل اصحابي، قدام كل الناس اللي يعرفوني، اساتذتي اللي مسكوني من وانا تلميذ صغير علشان يعلموني المسرح، وقعدت اعمل ده برضه حتى مع تلامذتي طول الوقت، انهم زملاء من اللحظه الاولى اللي بيدخلوا فيها المعهد العالي للفنون المسرحيه، وانهم زملاء من اللحظه الاولى اللي بيجوا فيها فرقه من فرق الثقافه الجماهيريه، وانهم زملاء من اللحظه الاولى اللي بيعتمد فيها مخرجا. احنا اعلم تماما ان اللحظه اللي بتمر بيها مصر لحظه حرجه، واعلم تماما ان ممكن يبقى اي مظهر من مظاهر التجمع يمثل عبئا على الامن اخر. اعلم وبشكر كل الزملاء، واحنا اخذنا موافقات امنيه للوقفه بتاعت بكره علشان تبقى نموذج مشرف، زي ما كانت وزاره الثقافه بابنائها وبشرفائها وبفرق الثقافه الجماهيريه برضه الى جانب زملائهم من فرق الاوبرا وقفوا قبل 30/6 للاعلان عن حاجه واحده، ان لن يتغير وجه مصر. احنا عايزين مصر كما احببناها. مصر في تنوعها وفي تعددها، لن تصبغ مصر بصبغه واحده خوفا على الهويه المصريه.
لكن النهارده احنا بنقول للدكتور جابر عصفور ببساطه شديده جدا: يا دكتور جابر، نحن نعلم قيمتك ونعلم ثقافتك، لكن الاداره شيء اخر. ان التخبط اللي حدث في قراراتك على هذا النحو لا يدل حتى على انك اخترت صيغه ان تحترم القانون. السلطه ليست سلطه مطلقه. سلطه رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لاصول الثقافه مقيده قدام اصغر زميل طالما انا اعرف في القانون. وسلطه وزير الثقافه واي مسؤول في مصر بما فيها سلطه رئيس الجمهوريه هي مقيده بالقانون والدستور. بيحكمها القانون والدستور، ودي عظمه الدوله المدنيه اللي تخليني اتساوى وانا ابن القريه الفقير البسيط اللي جاي من محافظه الفيوم وجاي هنا علشان اتعلم، واتعلمت وادركت زي ما ادرك كل المصريين ان لا سبيل لنقله هذا المجتمع، ودي ثمره عبد الناصر الحقيقيه، الا بالتعلم. تعلمت وحصلت على كل حقوقي بعزه النفس، وده اللي بقوله للشباب: تستطيعون ان تحصلوا على كافه حقوقكم بانكم تطلبوها بشرف وبعزه نفس. حصلت على كل شيء، وعينت معيدا في المعهد العالي للفنون المسرحيه، وعينت في فرقه الغد للعروض التجريبيه، وكنت استاذا للمسرح في التربيه والتعليم، وقبلها وبعدها انا في الثقافه الجماهيريه، وحصلت على البعثه، وحصلت على دكتوراه من اهم جامعه في ايطاليا علشان ارجع اتعامل مع بلدي وانا مدرك انها قدام ثوره الرقميه وثوره المعلومات. انا مدرك ان احنا في لحظه لا شيء يخفى فيها على احد. كنت مدرك ده وانا في الرقابه على المصنفات الفنيه، ومدرك ضروره تطويرها واعتبارها مؤسسه للملكيه الفكريه، وان احنا محتاجين لاعاده بناء العقل النقدي المصري علشان يبقى عقل قادر على الاختيار. ابني بني ادم قادر على الاختيار قبل ما تفكر في انك انت تقول له ده ممنوع او ده عيب. نبني بني ادم حقيقي. وقلت فرصه عظيمه نعملها في الثقافه الجماهيريه، وقلت فرصه عظيمه جاني مجموعه من الشبان الرائعين من المركز القومي للطفل مهتمين بالفنون التشكيليه، قالوا لي: يا دكتور احنا عايزين نعمل اكبر جداريه وندخل موسوعه جينيس ويشارك فيها اكبر عدد من الاطفال. شيء بديع. قلت لهم: ايه رايكم لما نحوله لمشروع قومي بان يشارك فيه 48,000 مدرسه، وفي كل عام ومع بدايه العام الدراسي اطفالنا في كل مدرسه تروح لهم الديزاينات والتصميمات. الولاد جايبين كمان شركات البويات اللي هيتبرعوا بالبويه علشان نعيد تلوين وتشكيل جميع مدارس مصر في اسبوع محدد من بدايه العام الدراسي ليصبح روح جديده بنبثها في مصر، ان اطفالها هم اللي بيبنوها وهم اللي بيشاركوا فيها، وان تنقل الخرايط وينقل حضراتكم والساده الاعلاميين زي ما كانوا بينقلوا 30 مربع في قنواتنا عن الخراب والدمار والفساد، ينقلوا في هذا ال 30 مربع على شاشات التلفزيون، واللي بدعوهم انهم يشاركوا في ده، لان المشروع ان شاء الله قائم، وان شاء الله كثيرين تحمسوا ليه انه يبقى مشروع قائم لنهضه مصر كلها. اطفالها بيشاركوا في اعاده بنائها، والشباب والرياضه تجيب للولاد دول ترنجات ونقف نصورهم، ومدرسين الرسم وطلاب كليات الفنون والفنون الجميله، وكلنا نشارك في تلوين مصر، في اعاده تكميل مصر. 48,000 مدرسه. افكارنا كانت كتيره، وافكارنا كتيره مرتبطه بيه ناس، وهتفضل تتعمل. مشروع اهالينا اللي قلنا فيه هنقسم الجمهوريه ل6 مجموعات، كل مره 4 مجموعات، كل مره 6 محافظات، وبدانا بالمحافظات الاكثر عنفا، واشتغلنا فعلا على 6 محافظات وحققنا نسبه عاليه جدا، وكنا مستعدين ان احنا نحقق اكتر من كده. وانضم لينا كتايب ما قدرناش نستخدمها، كتايب من شبابنا اللي موجودين في افاق مسرحيه، حتى اللي على هامش الثقافه الجماهيريه، حتى اللي موجودين وما بيعجبهمش طريقه الثقافه الجماهيريه. شبابنا المستقلين جم، وشبابنا اللي بينتجوا عروضهم على حسابهم جم، وكنا عايزين نغطي كل قريه في مصر اعتذارا من الدوله المصريه بتقدموا الثقافه الجماهيريه عن تاخر الخدمات او غيابها
وبنقول لاهالينا احنا منكم، مش جايين ندعي ان احنا بنعلمكم، مش جايين ندعي ان احنا بنثقفكم. هينزل شاعر، هينزل مسرحي، هينزل عرض فنون شعبيه. حتى القرى اللي مش قادره تتحملنا واحنا بنرقص فنون شعبيه، والله المنشدين الدينيين جم علشان يقولوا للمصريين احنا جنبكم، احنا موجودين، مصر قويه.